السؤال اللي قلب السوشيال ميديا وكل الناس بتفتي فيه، هو انا ينفع اثبت الفاميه على الرخصه فعلا وعربيتي اصلا ما فيهاش فاميه؟ ده السؤال اللي كل الناس بتساله، وطلع بوستات كتير قوي على الفيسبوك بيقولوا مبروك القرار الجديد بتاع اداره المرور ان انت هتثبت الفاميه. الهري اللي سمعناه ده، بص يا باشا، حضرتك لو جايب عربيه زيرو وجاي في الافراج الجمركي بتاعها زجاج ملون جانبي وخلفي، هتثبته في الرخصه من غير اي حاجه اوتوماتيك، وانت بترخص هيكتب لك في الرخصه زجاج ملون خلفي وجانبي على طول. هو ليه اصلا الشركات تنزل لك اول فئه ب 700,000، تاني فئه 750,000؟ بتزيد ايه؟ اول فئه تاني فئه عن اول فئه زجاج ملون وفتحه سقف 50,000 جنيه، ازاز ملون وفتحه سقف، بيشمطوك يا معلم على طول عشان يدوك فاميه، ياخد منك 50,000 جنيه فتحه سقف وفاميه عشان يروق عليك. طيب يعني انا ما ينفعش اروح انا جبت الفئه الاولى ما فيهاش زجاج فاميه، ينفع اروح اثبته؟ لا، ما ينفعش خالص اللي انت تروح تثبته. طب لو انت جايب عربيه من بره من الخارج بتاعت اخواتنا ذوي الهمم والاعاقه ومكتوب فيها زجاج ملون جانبي وخلفي، هتثبته برضه. حتى لو الزجاج اللي قدام فاميه اثبته، لا، اللي قدام ما بيتثبتش، هو اللي ورا والظهر بتاع الشنطه هو ده اللي بيتثبت في الرخصه. ولكن الفيديو ده احنا عاملينه عشان نفهم القصه دي وعشان نطلب طلب. كل اخواتنا في دول الخليج اصبح دلوقتي متاح عنده ان هو يفيم عربيته بدرجه تظليل معينه، وليكن مثلا 30% او 40%، بسبب ان الجو في الخليج بقى صعب جدا واشعه الشمس هناك بقت شديده جدا، فالناس كلها بتفيم العربيه بتاعتها بدرجه تظليل معينه المرور سامح بيها، وبيكون بيحمي من الشمس وعازل حراري في نفس الوقت. لذلك نداء الى اداره المرور في التطوير والميكنه الجديده اللي بتحصل عندهم، كل حاجه دلوقتي يعني بتتجدد وبتتحدث وكل حاجه بقت الكتروني. نداء ان احنا نعمل زي دول الخليج ونضيف درجه تظليل معينه وليكن 30%، وطبعا دي بتبقى باينه في اسود، تلاقي واحد كده شاب روش شايف نفسه فيقول لك ايه، فيم لي العربيه دي سوبر دارك. يعني ايه سوبر دارك؟ يعني ما تشوفش حاجه خالص، لدرجه ان هو ممكن بالليل وهو ماشي يعمل حادثه ان هو مش شايف اصلا، مش شايف مين اللي جاي من جنبه ولا اللي وراه ولا لا، احنا عايزين درجه تظليل 30% بس تهدي الشمس في الصيف، وتبقى في درجه خصوصيه كده، خصوصيه بسيطه في العربيه لو معاك زوجتك واولادك وما فيهاش منها مشاكل. فلذلك طلب لاداره المرور يا ريت يتسمع، ويا ريت يعني يتناقش الموضوع ده والناس كلها تستفيد. وطبعا حتى لو في رسوم رمزيه في تجديد الرخصه، بدل ما التوكيل بيشمطني في 50,000 جنيه عشان يحط لي ازاز ملون، يعمل مثلا وليكن مبلغ معين انا اقدر ادفعه وانا بجدد الرخصه لو انا عايز اضيف الفاميه بدرجه معينه من التظليل. ده فيديو سريع وطلب ورجاء لاداره المرور، يا ريت نعمل شير ولايك وتسيب لي كومنت وتقول لي رايك في الموضوع. جمع الله واياكم في جنه عرضها كعرض السماوات والارض، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.